موعد وتوقيت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة في الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية، وذلك بعد فوز نادي الزمالك على بتروجيت بهدفين دون مقابل في الجولة الستاشر من الدوري المصري. وسيلتقي نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل 1 فبراير في 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وقطر 11 بتوقيت الإمارات، على استاد السويس الجديد. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن فريق المصري المتصدر ب7 نقاط، ثم كايزر تشيفز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم زيسكو في المركز الرابع بدون نقاط. وسيلتقي نادي الزمالك بعد مباراة المصري القادمة في الكونفدرالية مع فريق كهرباء الإسماعيلية في الجولة ال17 من الدوري المصري يوم الأربعاء 4 فبراير. ثم يواجه نادي الزمالك زيسكو الزامبي في منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية يوم الأحد 8 فبراير خارج ملعبه. وتعادل نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي بدون أهداف في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط للعودة لتصدر ترتيب المجموعة والتقدم خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي وعدم الدخول في حسابات معقدة، وذلك في مشوار الفريق في المنافسة على اللقب.